السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن كده بقينا جاهزين. طبعا أنا لابس نظارة عشان الشمس، بعيد عن إنها شياكة عليا وكده. هننزل دلوقتي نروح نجيب الملف من الكلية إن شاء الله، وندردش شوية عن بعض الحاجات المهمة. بسم الله توكلنا على الله. رحت أعمله الخشب. وصلت الحمد لله. تقريبا دي اخر مرة هاجي فيها المكان اللي انتوا شايفينه. هندخل نسحب الملف وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الحمد لله بكرم الله ولطفه دلوقتي استلمت الملف بتاعي، وده المكان اللي كنا بنقعد فيه. انا فاكر اليوم اللي انا جيت فيه المكان ده كان عندي مشاعر كتير قوي وقتها متلخبطة. شخص لسه اول مرة يدخل المؤسسة الجامعية، مش عارف يبدأ منين وازاي وايه الفرق ما بين السكشن والمحاضرة. تفاصيل كتير قوي كان ممكن تكون بسيطة بالنسبة لبعض، كانت بالنسبة لي كبيرة قوي، وكنت لسه ما اعرفش اي حد في الكلية تقريبا. وسبحان الله اهو النهاردة بعد مسيرة تعليم دامت ل 16 سنة ربنا كرمني وقدرت ان انا اخد الملف بتاعي اللي المفروض فيه الشهادة الاصلية، والحمد لله ربنا كرمني وعدت السنة على خير. يعني انا والله ما كنتش متصور ان احنا هنوصل بالسرعة دي لليوم ده، لكن الحمد لله على كرمه ولطفه. يمكن يكون جوايا كلام كتير قوي، ولكن اقدر الخصه بان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كريم. فالحمد لله الذي اكرمني ووفقني ان انهيت الفترة الجامعية على خير، واسأل الله التوفيق لي ولكل زملائي فيما هو قادم. وحابب اقول لك يا صديقي من موقع هذا بعد ما خلصت الكلية، الانسان سيظل في مرحلة من التعلم لن تنتهي الا بموته. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا، فمهما اتعلمت هيفضل العلم اللي عندك قليل. عشان كده اياك تخلي المرحلة الجامعية تلهيك عن التعلم. الإنسان هيفضل في مرحلة من التعلم دائمة طول ما هو عايش على الدنيا دي. الحمد لله إن الفترة دي عدت، لأن برضه هي فترة صعبة وفيها ضغوطات كتير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كريم. حبيت إن أنا أجي هنا لآخر مرة أوريكم المكان اللي كنا بنقعد فيه. هناك ده المسجد اللي كنا بنصلي فيه، ودي الكافتيريا انا ما كنتش بدخلها كتير اصلا، كنت احب اجي اقعد في المكان ده. ممكن تكون الفرحه مسيطره عليا. انا فاكر والله اول يوم لما بدات اصور حتى فيديوهات، كان اول يوم لما كنت جاي اجيب النتيجه بتاعه الترم الاول، بس الفيديو ده اتمسح دلوقتي من على القناه. فالحمد لله ان الترم عدى على خير، والحمد لله ان السنه كلها عدت على خير، والحمد لله ان الفتره الجامعيه كلها عدت على خير. نروح البيت ونكمل كلام. الحمد لله لسه واصل البيت حالا. وبمناسبة ان انا جبت الملف بتاعي، جبت لنفسي حاجة من حلواني خالد هو جنب البيت. كيكة كده شكلها حلو جدا بصراحة، بس ما اعرفش طعمها عامل ازاي. هي غالبا شبه المولتون كيك. هعمل مراجعة اكل والكلام من ده. سبحان الله يا شباب، والله إن الله يعطي دون أن يسأل، فكيف به إذا سئل. بص يا شباب، أنا مهما اتكلمت عن كرم ولطف ربنا سبحانه وتعالى فلن أوفي الموضوع حقه. سبحان الله، أنا متذكر أول يوم دراسي ليا وكأنه امبارح. فاكر اليوم اللي أنا قررت إن أنا أبدأ أصور فيه فيديو وأوثق فيه رحلة آخر سنة كلية ليا. ما كنتش فاكر إن الأيام هتكون بالسرعة دي، ولكن سبحان الله الأيام بتجري بسرعة كبيرة جدا جدا. خلاصة القول يا صديقي إن أنت استغل وقتك، وخليك فاكر إن العادات اللي بتعملها في الوقت الحالي هيكون لها تأثير كبير جدا على المستقبل بتاعك. وفي النهايه طبعا زي ما احنا متفقين في كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها على القناه لحد النهارده، هي ان انت مسؤول عن السعي والنجاح والتوفيق من الله. كل اللي عليك ان انت تسعى وتحاول مره واثنين وثلاثه لحد ما توصل للي انت عايزه بتوفيق وكرم الله سبحانه وتعالى. وما تنساش وان ليس للانسان الا ما سعى. فالحمد لله اللي انا كرمني ووفقني وعديت مرحله الجامعه على خير، والحمد لله ان احنا وصلنا لهنا. يعتبر مش باقي غير فيديو واحد بس، وهو فيديو حفله التخرج. وبس كده، سلام عليكم.